هذه الوقفة هذه التي ستصحب مسيرة أولا احتجاجا على نظام المآسي. فنعتقد في التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن مرسوم النظام الأساسي مرسوم يهين الشغيلة التعليمية ويخلق هشاشة في العلاقة المهنية ما بين المؤسسات وما بين المدرس. نعتقد الآن أن هذا الصمت الذي لا زالت الحكومة تعتمده غير سليم وغير صحيح. كان المفروض أن الحكومة أن تنصت إلى صوت رجال ونساء التعليم، وكان المفروض أن تسحب مرسوم النظام الأساسي، لأنه أولا نظام يفتقد للمشروعية، وإذا كانت المشروعية هي رضا المهنيين بصلاحية هذا النظام هذا، إذا كان المفروض تسقط الحكومة وتعيد الحوار من أجل نظام أساسي يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، وهي 4 مطالب. المطلب الأول حل الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة. المطلب الثاني تحقيق العدالة الأجارية بما يتماشى وغلاء الأسعار. المطلب الثالث تحديد المهام وساعات العمل. المطلب الرابع هو أن يضمن هذا المرسوم أو النظام الأساسي الكرامة لنساء ورجال التعليم. اليوم احنا كشغيلة تعليمية جينا لكي نحتج على الوضع المأساوي الذي نعيشه اليوم. أقول اليوم يعني شهر ونص واحنا طالعين دابا في شهرين، ولادنا ووليدات الشعب باقيين بدون تدريس، بدون حقهم في التدريس. هذا الوضع هذا لا نقبله نحن كأساتذة، لأن نحن الآباء والأمهات والأولياء التلاميذ الوالة اللي كنكونوا حريصين على أن هاد الوليدات يقراو وتنفرحوا النجاحات ديالهم، وكنغضبوا وكنتقلقوا إلا كانوا ماشيين في واحد الطريق اللي هو ربما يؤدي إلى الهدر المدرسي أو يؤدي إلى الفشل الدراسي. نحن من نكون هذا الشعب، نحن من نكون أجيال المستقبل، نحن من سنكون المشجعين ديال المونديال 2030. من موقعنا في تنمية وطننا نطلب فقط الكرامة للنساء ورجال التعليم. لا يعقل أن واحد غيمشي يمارس المهمة ديالو ويمارسها بواحد الجودة بواحد المردودية عالية وهو عنده فقط 5000 درهم في السولد ديالو. 5000 درهم ديالاش لاش غتكفي؟ شنو غيدير بها وشنو ما يديرش بها؟ أظن أن حتى مسألة ديال تنقل العمل ديالو ستصبح عائقا نفسيا قدامه إلا بغى يدير غير الواجب ديالو. اليوم نقول نحن لسنا هواة احتجاجات، نحن لسنا هواة إضرابات، نحن فقط نطالب بالكرامة النساء ورجال التعليم. حنا كأولياء الأمور ديال التلاميذ كنطالبوا بالعودة ديال التعليم العمومي للحال ديالو، لأن مجموعة ديال الإكراهات اللي خلات الأساتذة أنهم يدخلوا في هذا الإضراب، وكان عنده تأثير مباشر على الوليدات ديالنا. هذا الأسبوع الخامس ما تيقراوش، وبالتالي هذا الشيء كيشكل خطر. وحنا يعني كأولياء الأمور كنطالبوا الوزارة باش دير شي حل مع الأساتذة وترجع تقوم بعملية ديال التغيير بهذا النظام الأساسي، لأن هذا غير قانون وضعي فيه مجموعة ديال البنود اللي ماشي في صالح الأستاذ وتتهمش الأستاذ.